ده هو ريكي، شخص مهووس بحاجة اسمها التزلج، وحلمه ان هو يكون من افضل المتزلجين في العالم بالكامل، وبيروح لمجتمع اس علشان يهزم شادو اللي هزمه قبل كده وهانه. انت جاي النهارده علشان تنتقم مني صح؟ ايوه. وقوانين التزلج ده يا صديقي بكل اختصار اللي هيوصل لخط النهاية الاول هو اللي فايز. الاتنين بيتمركزوا في مواقعهم وبينطلقوا، واللي بيكون متفوق هو شادو اللي بيقول له انت هتخسر تاني على ايديا ايها النكرة. ريكي ما بيعجبوش الكلام وبيوروا له الوش التاني وبيقدر ان هو يعديه، ولكن علشان شادو خبيث بيرمي عليه الصواريخ ديت، وبسبب كده هو بيتشتت وبيتخبط في الحيطه، وكده اللي فاز هو شادو. وتاني يوم بيروح للمدرسه وبنعرف ان ايده اتصابت بسبب اللي عمله شادو فيه. زمايله بيقولوا له يا حبيبي سيب التزلج انت مالكش فيها اصلا، وهم بيكلموا كده المدرس بيخش عليهم وبيقول لهم رحبوا بالطالب الجديد. المدرس بيقول لهم ما تعرف عن نفسك، فهو بيقول لهم انا اسمي رانجا. ما تكمل كلامك، انا كنت عايش في كندا بس هم بيقولوا مين العبيط دوت. المهم بعد ما بيخلصوا الدوام بتاعهم ريكي بيروح يشتغل في المحل دوت. صاحب المحل بيقول له انت مش هتعرف تشتغل بدراعك دوت، فهو بيقول له لا انا لازم اشتغل. طب ايه الفايده اللي انت جنيتها بعد ما تحديت شادو وفي الاخر هو خسرك وحرق لك اللوح التزلج بتاعك؟ فبيقول له انا اسف انا مش هكررها تاني. وعند رانجا باقي اللي بيقدم على شغله ولكن هم بيرفضوه بسبب سنه، وبيقول شكل كده اللي انا مش هلاقي شغله. ساعتها بيلاقي لوح تزلج بيجي من قدامه، ودوت بتاع مين؟ ايوه بتاع ريكي اللي على طول بيتعرف عليه علشان هو اصلا معاه في نفس الفصل. ريكي بيلاقي رانجا بحلق في لوح التزلج فبيقول له ما تجرب، فهو بيقول له تمام. بيقف عليه وطبعا يا صديقي حريف جدا بيفضل يضحك عليه. هو بيقول له انت بتضحك على ايه؟ ده ما فيش اي حد اصلا يقدر ان هو يتحكم فيه. فبيقول له لا انا بقدر ان انا اتحكم فيه. طب ما توريني كده. وبالفعل بيوريه يا صديقي وبيكون مهاري. بيقول له هو انت عملتها ازاي؟ بيقول له لو انت مهتم انا هديك لوح تزلج. فبيقول له تمام. انت شغال فين؟ فبيقول له انا شغال في المحل اللي جنبكم دوت. بتقبض كام؟ صاحب الشغل بتاع ريكي بيقول له انت لو عايز تشتغل تعال انضم ليا، انا هشغلك معايا علشان الموكوس دوت دراعه بايظ زي ما انت شايف كده، علشان كده هو مش قادر ان هو يشتغل. ايه رايك تشتغل معانا؟ فهو بيقول له تمام. حسم الامر. بياخده على المحل وبيقول له الشغل بتاعك الاول هو انك تسلم لوح التزلج دوت للموقع اللي انا هديهولك. موعد تسليمه في منتصف الليل. طب ما ينفعش نسلمه الصبح؟ فهم بيقولوا له لا علشان البوابات ما بتفتحش غير بالليل. مش فاهم انت قصدكم ايه؟ انت ما سمعتش عن الاشخاص اللي بيتزلجوا بالليل واسمهم هم مجتمع اس؟ طب انا ازاي هقدر ان انا اخش جوه؟ فهم بيقولوا ما تقلقش يا معلم، ريكا هيقدر ان هو يتصرف ويدخلك جوه. وبالفعل الاثنين بيبداوا ان هم يتحركوا وبياخدوا اشاره من الراجل دوت، والاشاره ديت هي اللي هتسمح لهم ان هم يخشوا مجتمع اس. وطبعا علشان رانجا مش فاهم اي حاجه عن التزلج فريكي طبعا بيشرح له كل حاجه عنها، ورانجا بيكون مركز معاه بطريقه حرفيا متخلفه. ريكي بيقول له شكلك كده انك مش مهتم اصلا بألواح التزلج علشان كده انا هصنع لوح تزلج قدامك. بيقول له انت بتعرف تصنعها؟ فبيقول له اه. وبالفعل بيبدا ان هو يعمل فيه، ورانجا مش فاهم هو قصده ايه اصلا بالكلام اللي بيقوله دوت. بعدها بيروح للبيت وبيعرف امه ان هو لقى شغل، ولكن الشغل بتاعه دوت بيكون بالليل. فهي بتقول له تمام. والبوابه بتاع مجتمع اس بتفتح دلوقتي واصدقائنا بيتحركوا وبيوصلوا لهناك، وريكي بيقول له ايه رايك؟ ورانجا بيكون مذهول من المكان. وبعد كده بيوصلوا عند العميل وبيدوا له لوح التزلج. اول لما بيفتح الشنطه اللي فيها لوح التزلج ما بيكونش فيها لوح التزلج الجديد، لا ده بيكون فيها لوح التزلج بتاع ريكي. العميل بيقول له ايه القرف اللي انت جايبه له دوت؟ انا طالب واحد جديد. فبيقول له انا اسف انا اروح اجيب لك الجديد دلوقتي. ساعه شادو بيظهر في المكان وبيقول للشخص دوت يلا بينا نتزلج. فهو بيقول له انا مش معايا لوح، علشان كده بيقول لريكي انت اللي هتتزلج مكاني، ولو انت اللي خسرت انت اللي هتتعاقب مش انا. ريكي بيبص على رانجا بيلاقيه بيربط لوح التزلج في رجله. انت بتعمل ايه؟ انا بربط لوح التزلج في رجلي علشان لما اركب فوقيه ما اقعش. بيقول له اول حاجه انت المفروض تعمل العكس، ثاني حاجه انت ما بتعرفش تتزلج اصلا. فبيقول له رغم دوت انا هتحداه. وشين بيقومه بيقول له يلا يا معلم انزل اتحداه. ودوت يا صديقي اللي رانجا كان عايز يشتغل معاه ولكن هو رفض. وشين بيتزلج بالذكاء الاصطناعي. بعد كده الاثنين بيقفوا جنب بعض، الاشاره بتضرب يلا اتحركوا. شادو بيتحرك ولكن رانجا واقف مكانه بيحاول يتحرك بس مش عارف، علشان كده بيقرفص وبيبدا ان هو يحرك روح التزلج بس بايديه. كل اللي موجودين بيضحكوا عليه. شادو طبعا عمال يتمسخر عليه، وهو بدا ان هو يقدر ان هو يتحكم في لوح التزلج. هو بيقول التزلج دوت مختلف عن انا كنت بتزلجه قبل كده ولكن هي تقريبا. وبيبدا ان هو يتحرك بسرعه لا تصدق. حتى ريكي مصدوم، قال لا انت من امتى اصلا بتقدر انك تستخدمه؟ شين بيجي بالمكنه بتاعته وبيقول لريكي يلا اركب ورايا وهنروح لهم هناك. وشادو بيكون مستغرب هم ليه ما بيبصوش ليا؟ لا يا صديقي دول بيبصوا على رانجا اللي بيتحرك بطريقه اول مره هم يشوفوها، وخلاص بيكون قرب على شادو. وهو بيقول انا مش هخلي حقير زيك يقدر ان هو يوصل لي، وبيبدا ان هو يسرع ولكن رانجا برضه مش هيسيبه. وفي الاخر بيقدر ان هو يعديه. بيقول له عادي عديني ولكن في منحدر انت مش هتقدر انك تعديه. ولكن دوت رانجا اللي بيقدر ان هو يلف كده وبيعدي الدوران دوت. ولكن شكله كده حاسس ده صديقه بيكون هيقع، ولكن بيقدر ان هو يتوازن كده، ولكن في الاخر شادو بيعديه. وفي بقى واحد من الخلف بيكون بيتفرج على رانجا كده وبيكون شكله منحرف، وهو بيقول الشعور دوت ده ممثل زي ما انا كنت بتزلج قبل كده. ايوه رانجا بيتحرك زي الرياح بطريقه حرفيا مرعبه، وبيقدر ان هو يلحق شادو. ودلوقتي هم ينتقلوا للمرحله الاخيره في النزال دوت، وشادو بيكون متقدم عليه. ولكن سرعان ما رانجا بيقدر ان هو يحلل المكان بالكامل وبيعمل استراتيجيه، وبيبدا ان هو يسرع من سرعته. واول حاجه بيعملها بينزل على العمود دوت، بس بيكون هيقع
ولكن دوت بيقدر ان هو يوزن نفسه. شادو طبعا ما بيكونش عاجبه الموضوع علشان ما فيش اي حد بيقدر ان هو يهزمه في مجتمع اس، علشان كده بيرمي عليه مفرقعات، ولكن رانجا بيتشالف في الهواء وبيقدر ان هو يتفادى الخدعه اللي رماها على شادو. ايوه يا صديقي هو اللي فاز. ريكي بيجري عليه وبيقول له ده انت مذهل جدا، بس انا عايز اعرف انت ازاي قدرت انك تعمل كده، هو انت فعلا كنت متزلج على الجليد؟ فبيقول له انا عايز اشوفك وانت بتتزلج مره ثانيه. فبيقول له تمام انا هوريك دلوقتي المعلم. رانجا بيتزلج ازاي، بيقف على الطريق وبياخد نفس الوضعيه ولكن ما بيتحركش، فبيقول له زقني بيزقه وفعلا بيبدا ان هو يتحرك وهو بيكون فرحان جدا. ولكن سرعان ما ريكي بيقول له خلي بالك علشان انت دلوقتي طالع على الطريق العمومي. بيحاول ان هو يوقف لوح التزلج ولكن بيقع، وبسبب اندفاعه دوت بيطلع على الشارع والعربيه دي بتكون هتدوسه، ولكن المره دي جت على خير. ريكي بيقول له فين مهاراتك اللي انت ابهرتنا بيها امبارح ديت؟ فبيقول له انا مش عارف. وبعد كده بيقول لريكي ارجوك اديني لوح التزلج بتاعك. فبيقول له يا حبيبي انت كنت هتموت من شويه. فبيقول له رغم دوت انا لما بتزلج بحس كده بشعور جميل جدا جوايا، انا عايز اتزلج اكتر. فبيقول له تمام ولكن انا دلوقتي هعلمك الاساسيات بتاعه التزلج. فبيقول له تمام، اول حاجه انت لازم تخلي رجلك الخلفيه على الارض والتاني فوق اللوح، ورجلك اللي على الارض حاول تحرك نفسك بيها. بيعمل كل اللي قال له عليه ولكن في الاخر بيقع. بيقول له اللي حصل دوت علشان اول لما رفعت رجلك الاثنين على اللوح حسيت ان رجلك متخدره صح؟ قبل ما تحط رجلك الثانيه اللي هي على الارض حاول تحافظ على مركز الجاذبيه اللي في المقدمه، وبعد كده ارفع رجلك الثانيه ديت وحطها في المنتصف. هو بيقول له ده انت فاجر، انت رفعت رجلك الاثنين وانت مش بتتحرك تماما. فبيقول له قوم وحاول مره ثانيه، والمره دي بيقدر ان هو يتحكم فيه بنسبه كبيره جدا بس لسه مش متمكن. ساعتها في حد بيجري وراهم وريكي بيقول له يا ابني سرع يا ابني سرع هيمسكنا وساعتها هنتنفخ. ريكي بيحود يمين علشان قدامهم حيطه ولكن رانجا بيكون خايف ولكن بيستجمع شجاعته وبيحاول يلف ولكن بيخبط في الحيطه وفي الاخر بيتمسك. وعندي شيباي اللي بيكون قاعد في المطعم دوت وجو هو اللي بيقدم له الاكل. جو بيقول له هو الواد اللي هزم شادو دوت امبارح هو كان بيتزلج على الجليد صح؟ فبيقول له والاثنين بيبداوا ان هم يتخانقوا مع بعض لكن صاحب المحل اول لما بيبص لهم بيتقلبوا كتاكيت. البنت دي بتقرا الخبر ان اللي هزم شادو واحد كده طويل وشعره ازرق. هي بتلاقي رانجا صديقي بيتزلج ولكن بتلاقيه بيقع قدامها، مستحيل ان هو يكون دوت. بيروح للبيت امه بتقول له ايه الاصابات اللي على وشك ديت، انت في ناس بتتنمر عليك وتضربك. فهو بيقول لها لا انا بتعلم التزلج، صديقي هو اللي بيعلمها لي. فهي بتقول له ماشي بس خلي بالك من نفسك. وتاني يوم بيروح يتدرب مع ريكي وهو بيحاول ان هو ينط باللوح ولكن بيقع. بيقول له قدمك الاماميه هي متقدمه عن رجلك الخلفيه بخطوه بسيطه علشان كده انت بتقع. فبيقول له انا هجرب تاني يا ابني خلي بالك انت المره اللي فاتت كنت هتموت. وساعتها بتجيله رساله الشغل اللي هو قدم عليه اترفض وكل دوت علشان هو ما كتبش بس غير اسمه. ما الطبيعي يرفضوك، ما انت وشك ده ما تفهمش انت زعلان فرحان متضايق اضحك شويه. وفي مجتمع اس كل اللي موجودين بيكونوا مستنيين رانجا وشادو طبعا مش طايق نفسه. وجو وشين هم الاثنين بيظهروا في المكان وشكلهم كده محبوبين جدا ودوت طبعا علشان هم محترفين في التزلج. وزي ما قلنا قبل كده شين بيستخدم الذكاء الاصطناعي في التزلج. جو بيقول له هي ايه المتعه انك تتزلج بالحسابات وكده، انت لازم تكون عفوي. طب اسند طولك بس يا حبيبي الاول. والاثنين بيفضلوا يخبطوا في بعض. وتاني يوم الواد دوت بيقول متزلج على الجليد انا جاي لك دلوقتي، وشكله كده حرف في التزلج. ورانجا اللي لغايه دلوقتي بيحاول ان هو ينط باللوح التزلج ولكن مش عارف. بيقول انا شكلي كده هموت قبل ما اقدر ان انا انط باللوح. ريكي بيقول له انت لما كنت بتتزلج على الجليد كنت بتقدر انك تنط بلوح التزلج؟ فهو بيقول له اول حاجه بس انا كنت بثبت رجلي وبعد كده بنط وبنزل ولا كأني في اي حاجه، ولكن القفز باللوح العادي مختلف تماما. طبعا انت بتسال ايه الفرق ما بين التزلج على الجليد والتزلج العادي؟ كل ما في الموضوع بس ان التزلج على الجليد بيكون فيه حاجه في لوح التزلج ماسكه رجلك، اما بقى في التزلج العادي ما بيكونش فيه حاجه ماسكه رجلك، علشان كده رانجا لما بيجي ينط ما بيكونش ثابت علشان كده هو بيقع. ريكي انت اتقنت النط بلوح التزلج في قد ايه؟ هو بيقول له في شهرين، ولو عايز تنط باستخدام اللوح مش هينفع تربط رجلك، فاهم ولا لا؟ فبيقول له انا خايف وفوق كل دوت ما بقدرش ان انا احافظ على هدوئي. وساعتها ريكي بيجي له فكره وبيقول له تعالى معايا على البيت، وبالفعل بياخده لهناك وبيقول له ايه رايك اصنع لك لوح تزلج زي دوت وبكده انت هتقدر انك تثبت رجلك، وانا هعمله لك حجم اكبر من العادي علشان لما تيجي تحط رجلك تقدر انك تتحكم بيه زي ما انت عايز. وهو يعمله له كبير يا صديقي علشان اللوح التزلج بتاع الجليد بيكون اكبر من لوح التزلج العادي، وبعد كده بياخده على الورشه وبيبدا ان هو يعمل له فيه. رانجا بيكون واقف مذهول فهو بيقول له ما تنزلش، فكر كده في نوع العجل اللي انت عايز تحطه في لوح التزلج. فبيقول له انا مش فاهم قصدك. فهو بيقول له الكبير بيكون اسرع ولكن بيكون تقيل، اما الصغير بيكون العكس، وانت لازم دلوقتي تفكر في الحمالات اللي هتتماشي مع العجل. فبيقول له انا مش فاهم. فبيقول له انا هشرح لك يا معلم. بيقول له بص دوت اللوح الطويل دوت احنا بنستخدمه في ركوب الامواج، اما دوت بقى الصغير دوت احنا بنستخدمه لما بنمشي في المدائن وكده علشان الزحمه هو هيكون حجمه صغير، اما دوت بقى الوسط اللي اغلبيه الناس بتستخدمه وتقدر انك تتحكم بيه زي ما انت عايز، تتمشى بيه تتنطط بيه تعمل بيه اللي انت نفسك فيه. رانجا بيقول له ده التزلج مذهل جدا. فبيقول له طبعا، بيقول له التزلج اللي انا كنت بتزلجه لازم اطلع فوق جبل ويكون فيه تلج علشان اقدر ان انا اتزلج، ولكن انتوا عندكم هنا الامر مختلف تماما، انت تقدر انك تتزلج في اي حته انت عايزها. بعد الكلام الكتير دوت صديقي ريكي في الاخر بيقدر ان هو يصنع له لوح التزلج اللي هو عايزه، ولكن كالعاده بيقع برضه. بس رانجا بيقول انا مش هستسلم، ولما بيروح للمدرسه بيكون برضه بيستخدم لوح التزلج، المستر بيجري وراهم، ولما بيكونوا في الفصل ما بيكونوش مع المدرس، ده بيكونوا بيشوفوا الغلطات بتاعتهم. ورانجا حرفيا
اليابان بيتخرشم من كتر الوقعات. ريكي بيقول له انا عارف ان الموضوع مختلف بالنسبه لك ولكن انت مع الوقت هتقدر انك تتعلم، بس انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اللي خلاك تسيب كندا؟ فهو بيقول له علشان ابويا توفى وامي علشان يابانيه قررت ان هي ترجع لليابان وانا رجعت معاها وانا لازم اشتغل علشان الفلوس وكده. بعد كده بيقوم بيركب لوح التزلج واخيرا يا صديقي بيقدر ان هو ينط بيه ولكن بيقع بعدها. ريكي بيقول له ايه شعورك بعد ما نطيت اول مره؟ فهو بيقول له ده شعور جميل جدا. بعد كده الاثنين بيروحوا يشتغلوا في محل التزلج والشخص ده بيخش عليهم اللي بالمناسبه بيكون اسمه ميا ودوت اللي هيمثل اليابان على التزلج. فبقول لرانج انا عايز اتحداك في مواجهه في مجتمع اس. ريكي بيقول له الواد دوت خطير انت مش لازم تتحديه. ميا بيكمل كلامه وبيقول له انا عايز اشوف مهاراتك اللي انت استخدمتها ضد شادو. فهو بيقول له تمام انا قبلت التحدي. يقول له تمام انا هفكر دلوقتي احنا نتراهن على ايه. بعد كده الاثنين بيروحوا المجتمع اس وهم جايين هنا اصلا علشان يتدربوا. ريكي بيقول له الواد دوت مختلف عن شادو، الواد دوت خطير فعلا فخلي بالك. وهم بيتكلموا كده ساعتها الخطير بيخش عليهم وبيقول لهم ابذلوا كسرى جهدكم. ريكي طبعا بيتضايق من كلامه وبيحاول ان هو يلحق بيه. ميا بيعمل حركه كده بلوح التزلج ولكن برضه ريكي مش سهل وبيعملها هو كمان. ما انت جامد هو انت بيعمل الحركه ديت. بيقول له ما تستخفش بيا. بص بقى يا صاحبي انا عايزك تنزل تدشمل زر اللايك هو وزر الاشتراك علشان اغلبيه اللي بيتفرجوا على الفيديوهات وبيخلصوها للاخر مش مشتركين في القناه، ففضلا وليس امرا اشترك في القناه ويلا بينا نكمل. وبيعمل نفس الحركة اللي هو عاملها. يلا ننتقل دلوقتي للمستوى الخامس. بينط بلوح التزلج وبيلفه. يلا ورينا هتعملها ازاي. هو طبعا بيكون مصدوم من دقة تحركاته ديت ولكن انا هقدر اللي انا اعملها. بينط بيحاول يعملها ولكن ما بيعرفش. بيقول له يلا يا زبالة وبيتقدم عليه ولكن رانجا ساعتها بيجيله والاتنين بيتحركوا بسرعة خرافية. ساعتها ميا بيلف يا صديقي حودة كده. رانجا بيلف نفس الحودة ديت ولكن بسبب ان رانجا لف اسرع منه فالخيط اللي مثبت رجله بيتقطع ورانجا بيقع على الارض. ميا بيقول له لما تيجي تنزلني تبقى تجيب عدة نظيفة فاهم ولا لا علشان لما اكسبك ما تتحججش انك خسرت بسبب المعدات بتاعتك. ريكي بيصلح له لوح التزلج ولكن رغم دوت انت مش هتقدر انك تفوز على ميا. حتى صاحب المحل بيقول له رانجا انسى ده ممثل اليابان فانت مش هتعرف تهزمه. وعندي ميا بقى اللي بيعمل مقابله مع الاعلاميين وبيقول لهم انا اللي همثل اليابان هو الموضوع صعب عليا ولكن انا هبذل قصارى جهدي علشان اخلي اليابان تفوز. والشخص دوت اللي جاي يشتري المكان اللي بيتعمل فيه المقابله وبيبص على ميا وبيقول انت بقى الناشئ بتاع اليابان صح؟ بعد كده ميا بيلبس المعدات بتاعه التزلج والصحفي دوت بيقول اللي موجودين في الساحه ابعدوا علشان ميا دلوقتي هيخش. هم طبعا بيكونوا متضايقين ولكن في الاخر بيبعدوه وهو دخل دلوقتي علشان يبرز مهاراته قدام الصحفيين. وفعلا يا صديقي هو دوت الناشئ لليابان حرفيا حركته جامده جدا. العيال دول بيتغاظوا منه علشان كده بيحدفوا عليه الى الواح التزلج بتاعتهم ولكن هو بيقدر ان هو يتفاداهم. بعد كده بيروح لهم وبيقول لهم علشان كده انتوا فشله بتغيروا من الناس ليه. وعند رانجا بقى اللي هو كمان هو وريكي عمالين يتدربوا وريكي بيقول ايه ده انت سرعتك زادت ولكن شكله كده حاسد يا صديقي وفي الاخر بيقع. رانجا بيقول انا لما كنت بتزلج على الجليد انا ما كنتش بقع خالص كل دوت علشان العجلات اللي كانت محطوطه في لوح التزلج بتاع الجليد كانت بتتحرك ولكن هنا لا علشان كده انا بقع. وساعتها الحارس بتاع الجراج بيخش عليهم وهم بيفتحوا سبرنت والحارس بيجري ورا مين فيهم؟ ايوه رانجا الغلبان. اما ريكي بقى وهو بيجري كده ساعتها بيكعبل في الكرسي دوت وبيقع وبيبص على العجلات بتاعه الكرسي وشكله كده جات له فكره على طول بيروح للورشه بتاعته بيبدا ان هو ينفذ فيها. رانجا بيقول له ايه اللي خلاك تتخلى عني؟ فبيقول له انا جات لي فكره دلوقتي وعايز اطبقها. بعد كده بيروح يشوف المقابله بتاعه ميا اللي بتكون نازله على النت وهم طبعا بيكونوا مبهورين من حركاته ديت بس بيكونوا ملاحظين ان هو مش مستمتع. وعنده بقى الشخص ده بيقول له انت لازم تبذل قصارى جهدك. فهو بيقول له تمام وهكذا جاء اليوم الموعود. رانجا ضد ميا. رانجا بياخد لوح التزلج من ريكي وميا بيقول له انا عرفت دلوقتي انا هراهن على ايه. انا لو فزت هخليك انت يا ريكي الكلب بتاعي، انت لو خسرت صديقك العزيز هيتحول لكلب. ايه رايك؟ فهو بيقول له انا فهمت. هو بيقول له انت بتراهن عليا يا ابن الهرمه هبقى كلب. وشين وجو على الرغم ان هما الاثنين ما بيتفقوش على حاجه ولكن المره دي بيتفقوا ان ميا هو اللي هيفوز. ولكن اللوح يا رانجا اللي انت بتستخدمه دوت مش لوح عادي صح؟ الاثنين بيقفوا مكانهم والاشاره بتضرب يلا انطلقوا وبالفعل بينطلقوا. وشين وريكي هما الاثنين بيركبوا العربيه ديت وبينطلقوا وراهم علشان يشوفوا المباراه بتاعتهم من قرب. وكالعاده يا ساده طبعا ميا هو اللي بيكون متقدم عليه. رانجا بيكون في الخلف ساعتها بيشوف الجبل دوت قدامه فبيقرر ان هو يعدي بحركه بهلوانيه وبيكون هو اللي متقدم. وبنعرف ان هو قدر ان هو يعمل الحركه ديت وكل دوت بسبب الواد العنيف ريكي علشان هو عمل له لوح التزلج دوت طبق الاصل عن اللوح التزلج بتاع الجليد وبكده هيقدر ان هو يحود يمين او شمال زي ما هو عايز ومش هيقع. ميا طبعا بيكون متضايق علشان رانجا متفوق عليه وساعتها بيقول يا ريكي انت السبب في اللي بيحصل دوت صح؟ وهو بيقول انا مش هينفع اخسر قدام واحد من الزباله دول وبيزود السرعه بتاعته وبيقدر ان هو يعدي رانجا. ولكن رانجا بيزود سرعته وبيشوف الشجره ديت قدامه وبينط عليها وبينزل على الارض. ايوه رانجا دلوقتي ما بيهزرش تماما ولكن ميا بيقول له ما تسخرش مني يلا وبيلف لوح التزلج بتاعه وبيقف على الصيف بتاعه. انا هو البطل. رانجا الواد دوت مش شخص عادي تماما وهم دلوقتي انتقلوا للمرحله الاخيره. ميا بيقول له انت هتعمل ايه دلوقتي؟
دلوقتي انت مش هتعرف تزود السرعه بتاعتك. وهو بيقول انا مش هقدر ان انا استخدم السرعه بتاعتي. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ساعتها ريكي بيظهر له وبيقول له كلام كده هو الوحيد اللي بيفهمه. بعد كده بيضحك وبيزود السرعه بتاعته. مية بيحاول ان هو يوقفه ولكن دوت بينط على الماسوره ديت. هو بيزعق فيه بيقول له نص الماسوره ديت مكسوره انت مش هتعرف تعدي. ولكن رانجا بيلف بلوح التزلج. ايوه ده بسبب العجل اللي موجوده فيه. مية بيجري في السرعه ولكن رانجا بيكون متقدم عليه بخطوه واحده وهو كده اللي فايز. وهو بيقول اللوح دوت كان بيتهز كتير جدا ولكن ما وقعتش. اللوح دوت مختلف. شكرا ليك جدا يا ريكي. وهو بيكون فرحان جدا باللوح اللي صنعه. وبعد كده الاثنين بيسلموا على بعض. مية ما بيكونش مصدق ان هو خسران. ريكي بيقول انا هقول لك دلوقتي انت ايه اللي خلاك تخسر علشان انت مش مستمتع بالتزلج. بيقول له في البدايه انا كنت بستمتع بالتزلج ولكن بعد ما فزت بكاس اصدقائي كلهم بعدوا عني علشان بيغيروا مني. ريكي بيضربه وبيقول له حبيبي انا مش زيهم. ورانجا بيقول له خلينا نتزلج مره تانية. وفي الاخر بيضحك يا صديقي. ساعتها الاسطوره بيخش عليهم. ايوه اينوسكي اللي بيقول لهم شكلكم كده مستمتعين بوقتكم وانت يا مية انت رجعت فارغ مره تانية. انت دلوقتي ما بقالكش اي حاجه. بيروح لرانجا وبيقول على فكره انت متزلج جامد جدا ولكن انت لسه مبتدئ. ينفع اخد رجلك؟ ريكي بيقول له انت لازم تحتزل لي 100. طب ولو قلت مش هحتزر يبقى انا هواجهك وههزمك. وكل اللي موجودين بيكونوا فرحانين جدا عشان الاسطوره اينوسكي هياخد نزال دلوقتي. وشين وجو هما الاثنين بيقولوا احنا هننهي ايه الضغينه بتاعتنا اللي دامت لي 7 سنين. وريكي بيقول لاينوسكي انا لو فزت عليك هخليك تحتزل لي 100. وهو بيقول له ارجوك ما تدافعش عني انا دلوقتي رجعت لنقطه البدايه. فبقول له ما بدافعش عنك كل ما في الموضوع بس اللي انا بكره امثاله. بيقول له ما تتكلم ولا انت قلت كلت لسانك. فبيقول له هتستفيد ايه لما انا نازلك انت عارف كده كده اللي انا ههزمك. بيقول له انا دلوقتي اليانبوع بتاعي جاف ومش انت اللي هتمليه. اللي هيمليه هو النجم دوت. وانا يا عم ريك هقبل التحدي بتاعك ولو فزت انا يا معلم هخلي رانجا ينزل قدامي في تحدي. فرانجا بيقول له تمام. الاتفاق تم. وتاني يوم بقى الاثنين بيروحوا للمدرسه وريكي بيقول له انت ايه اللي خلاك توافق انك تقابله؟ فبيقول له نفس اللي خلاك تقابله انت عايز تهزمه علشان يحتزل ل 100 اما انا بقى عايز انزله بقى عشان الموضوع هيكون ممتع. المدرس بيخش عليهم وبيضرب ريكي الغلبان. وبعد كده الاثنين بيروحوا ياكلوا ورانجا بيقول له هو مين اينوسكي دوت؟ فهو بيقول له اينوسكي معروف بمهاراته في التزلج وسحق الاعداء وهو بيحب يسحق المحترفين. وانا سمعت كده اشاعه ان هو من مؤسسين مجتمع اس واللي اسسوا مع مجتمع اس هم جو وشين هم الثلاثه اللي اسسوا مجتمع اس. فجو بيقول له انت غلطان. ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ وجو معروف بقوته في التزلج لو حد واجهه في التزلج من ناحيه القوه هو اللي هيتفوق عليه. ورانجا بيقول له هو اينوسكي دوت مذهل في التزلج. فهو بيقول له وهو معروف بالحب. هو بيعشق حاجه اسمها تزلج والفرق ما بيننا وما بينه ان هو بيستخدم القوه وهو خطير جدا. وانت لو نزلت قدامه في مباراه تزلج هتتصاب لدرجه انك ممكن ما تتزلجش مره تانية. وريكي ساعتها بيفتكر حد كده. وبعد كده بقى بنروح لاينوسكي اللي بيكون قاعد في القصر دوت يا صديقي. وبنعرف بقى ان هو راجل اعمال شاطر جدا والكل بيشكر فيه وهو واخد التزلج عباره عن هوايه. ورانجا بيقول لريكي بعد ما انت سمعت الكلام دوت من جو برضه انت هتتحدى اينوسكي. فهو بيقول له انا مش هسكت. ميو بيخش عليهم وبيقول له يا ريكي انت لازم تتدرب وخد يا معلم انا عملت لك نظام تدريبي. هو بيبص عليه بيلاقيه صعب جدا. وعندي شادو بقى اللي بيكون شغال في محل الزور دوت وصاحبه المحل بتقول له انا نسيت حاجه في العربيه روح جيبها لي. فهو بيقول لها تمام. ما تستغربش دوت هو دوت. بيركب العربيه من هنا بيلاقوا الثلاثه راكبين معاه. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ ارجوك يا شادو ودينا المجتمع اس. شادو مين شادو ده؟ بس يا مفضوح احنا عارفين اصلا انك شادو. بيكون معرف في البدايه ولكن في النهايه بيقرر ان هو يتحرك بيهم. وبنعرف ان ميو هو بيتزلج كده ساعتها اينوسكي شافه واداله النصيحه. وفعلا انا خدت بالنصيحه بتاعته ديت ولاحظت فرق كبير جدا. من الاخر نقدر نقول كده ان هو المدرب بتاعي. انت قصدك ان النزال بتاعنا وانت كان هو اللي مخطط ليه؟ فهو بيقول له وعلى فكره انا سمعت ان اينوسكي بيستخدم حركه مذهله جدا واسمها هي عنق الحب. وفي اشاعات بتقول ان هو كان بيتسلق الجبال بلوح التزلج. هم بيقولوا مستحيل دي مجرد اشاعات. وعندي شين وجو هم الاثنين بيقولوا اينوسكي كان محتزل التزلج ولكن اول لما شاف رانجا قرر ان هو يرجع ليها تاني. وشين بيقول شاكل كده ان انا هروح لاينوسكي واتحدى في النزال. وجو بيقول له انا كمان هروح اتحداه. بيقول له ما تقلدنيش. نسيبهم بقى يتخانقوا مع بعض ونروح بقى عند مجتمع اس اللي مية هناك بينفخ عضلاته على الريكي وبيقول له انت لازم تتعلم الحركه ديت النهارده علشان لما تيجي تواجه اينوسكي يكون عندك حتى حيله تقدر انك تستخدمها. بيقول انا هعملها بينط وبيقف على سيف اللوح ولكن بيقع. بيقول انا هجرب تاني ولكن يا صديقي بيقع برضه. اللوح بيبعد عنه ورانجا بيقول له انا هروح اجيبه لك. بيجيبه وبيركب عليه وبيفتكر ساعتها كلام مية لما قال ان اينوسكي بيقدر ان هو يتسلق الجبال. بيقول انا لازم اتسلق الجبال انا كمان. بيحاول يا صديقي ان هو يحود حتى وبيقع. هم بيجوا يطمنوا عليه وفي الاخر بيقولوا كفايه كده النهارده وبيروحوا يطلبوا اكل في المطعم. وطبعا المخاس طعميه بيكون طالب وجبه بسيطه جدا. انا لازم اتحكم برضه في جسدي. ريكي بيلاقي ان هو جايب وجبه صغيره فبيحط السندوتش ده في بقه فبيفقع له عينيه. شادو بيقول له عشان بس تكون راجل كده بعضلات لازم تاكل الكميه ديت. لا مالكمش دعوه باللي هناك دوت ده طالب كميه تكفي 20 بني ادم. بعد ما بيخلصوا اكل ريكي بيروح يتدرب بس مش عارف ان هو يستخدم الحركه اللي مية قال له انت لازم تتعلمها ولكن مش عارف يعمل اي حاجه تماما. رانجا بيقول له انت مش هتعرف تتقنها النهارده اصلا انت هتواجهه. فبيقول له انا هحاول وعندي
وعندي اينوسكي بقى اللي بيكون راكب العربيه بتاعته، واينوسكي بقى اللي بيكون متحمس للنزال لدرجه ان هو اجل موعد الطياره بتاعته، وريكي بقى اللي في الوقت بيكون خايف جدا. وبنعرف بقى من شادو ان اينوسكي مش بيواجه اي حد، لا ده بيواجه المحترفين وهو بيستمتع بسحقهم، واغلبيه اللي واجههم وداهم على المستشفى باصابات خطيره جدا. قصدي كانوا بيوصلوا عند مجتمع اس وكل اللي موجودين هناك بيكونوا فرحانين جدا. وريكي اللي في الوقت شكله كده بدا يخاف. رانجا بيقول له انت ايه اللي خلاك تتحداه، وميا بيقول له انت لازم تلغي المباراه ديت، انا مش محتاج اصلا ان هو يحتزل لي. وساعتها اينوسكي بيوصل للمكان ودخوله رايق بيسبب حرايق، ورانجا بيلاحظ ان اينوسكي بيبص عليه، وساعتها شين وجو هم كمان بيوصلوا للمكان وبيروحوا له. بقالنا كتير جدا ما شفناكش بس احنا عايزين نواجهك النهارده، طبعا انت عارف الرهان بتاعنا، يلا بينا نبدا دلوقتي. ريكي بينطلق، ولكن الغريب اينوسكي واقف مكانه، لا وكمان بيطلع سيجاره وبيشربها كمان، وهو بيقول استخف بيا زي ما انت عايز. وهو بيقول لهم انا بحب اللحمه بتاعتي تستوي على الاخر علشان لما اجي اكلها كده ما يكونش فيها عضه، وانا بحب الاكل اللذيذ جدا، ويلا بينا علشان دلوقتي هصحجك. وبيبدا ان هو يتحرك حرفيا، سرعته بتكون خرافيه يا صديقي. ايوه هو دوت الاسره، كل اللي موجودين بيكونوا مستغربين، ده قرب من ريكي. هو بيقول ازاي، وفي لمح البصر بيكون جنبه، ده انت لسه بادي دلوقتي، وساعتها بيخبط في لوح التزلج بتاعه، وريكي بيكون هيقع ولكن هو بيمسكه. بقول له ما تخسرش يا حبيبي، ده احنا لسه بادئين. وعلشان هو ماسك في ريكي بيخليه يعمل حركه كده ريكي طبعا مش متعود عليها، وهو بيقول انا لازم ابعد عن الراجل دوت بسرعه، وساعتها بيزقه قبل ما يقع يا صديقي على دماغه بيمسكه. بيقول له ما تخافش، انا عايزك بس تبص في عينيا وانا مش هخليك تتزلج مره تانية. وشين وجو بيقولوا انت ما اتغيرتش من ساعتها، ورانجا بيخاف عليه وبيركب المكنه وبينطلق. يانوسكي بيقول له خلينا ننهي بقى المسخره ديت دلوقتي، وبيسيبه وبيقدم، وهو بيقول انا عارف ان انا هخسر ولكن انا لازم احاول، صح ولا يا رانجا؟ انا لازم اهزم الشخص دوت، وبيزود من سرعته. هو بيقول له انت مش هتستسلم ولا ايه؟ وساعتها بيتجاوزه وبيلاقي منحدر، وبيقول انا اتعلمت الخدعه اللي انت علمتها يا ميا، وبيلف اللوح بتاعه صديقه وبيقف على الصيف، وبيقدر ان هو يعدي الدوران دوت بسرعه خرافيه. ايه رايكم؟ ولكن ده بيقول له انت هتتسحق دلوقتي. ايوه اينوسكي بيستخدم المسار الداخلي بتاع اللوح علشان ينزلق، وهم بيقولوا المجنون دوت شكله كده هيعملها وهو بيضحك. وهنا ريك ادرك ان الشخص دوت ممكن فعلا يكون بيتسلق الجبال بلوح التسلق، وساعتها اينوسكي بيلف، ايوه ده رايح يحضن ريك. وهنا ريك ادرك ان هو لو كمل كده هياخده بالحضن وهيدمره، علشان كده بيوقع نفسه وبيتعور، والدم بتاعه بيجي على وش اينوسكي. ريك بيقع على الارض ودماغه بتجف دم. رانجا بيجي له ولكن هو بيقول له انا خسرت انا اسف، فهو بيقول له ما تتكلمش. ساعتها هو بيجي لهم وبيقول لهم دلوقتي الطبق الرئيسي جاهز. ايوه هو انت يا رانجا. ده بياخدوه بيودوه على المستشفى، وبنعرف ان دراعه اتكسر ولكن دماغه سليمه وهو هيخف بعد اسبوعين. بيقول للمية انا اسف ان انا ما فزتش وخليته يحتزل لك، فهو بيقول له انا قلت لك اصلا انك مش هتقدر انك تفوز على اينوسكي. شادو بيقول لرانجا انت اللي هتواجه اينوسكي علشان كده انت لازم تتدرب انت كمان، فهو بيقول له انت معاك حق، ولكن رغم دوت انا حاسس بشعور كده غريب. وتاني يوم بقى في المدرسه ريكي بيتخيل ان رانجا هو كمان خسر ومات بسبب اينوسكي، وشكله كده خايف عليه جدا. ريكي بيكون لسه هيتكلم ولكن هو بيقول له ما تتكلمش، انا عارف انت هتقولي انا مش هروح احتزل لاينوسكي وانا عايز اواجهه فعلا. فهو بيقول له انت شفت انا ايه اللي حصل لي، رغم دوت انا لازم اوقفه عند حده. وبيحاول ان هو يقنعه باي طريقه ان هو ما يواجهش اينوسكي، ولكن دوت رافض تماما. بعد كده ريكي بيروح للمدير بتاع الشغل بتاعه وبيقول له انا عايزك تقنع رانجا ان هو ما يواجهش اينوسكي علشان انا خايف ان هو يتاذى بسببي. انا حاولت ان انا اقنعه ولكن هو رافض تماما، حاول انت معاه ممكن يسمع كلامك. فبيقول له تمام انا هحاول ان انا اقنعه. وعندي اينوسكي بقى اللي بيكون فرحان جدا، حتى اللي معاه في القصر هناك بيكونوا مستغربين من سعادته ديت. رانجا في الوقت ده بيوصل للمحل، وصاحب المحل بيحاول ان هو يقنعه ولكن دوت رافض تماما. فبيقول له خلاص طالما انك مصمم انك تواجهه خد المعدات ديت واستخدمها علشان ما تتاذاش. فهو بيقول له انا مش محتاجها. طب انت ايه اللي مش هيخليك تستخدمها؟ كل ما في الموضوع ان الحاجات ديت هتكون تقيله عليا وبكده انا مش هكون سريع. بيقول له اوعى تقول انك عايز تفوز على اينوسكي. فهو بيقول له انا عايز اكسب فعلا. ريكي بقى اللي بيكون سامحهم وبيكون فاقد الامل منه تماما، بيطلع يتمشى في الشارع وهو ماشي كده. ساعتها بيشوف شين وهو بيدي خطاب للناس عن مثلا لو واحد ارتكب الاخطاء لازم يحتذر او يعوض الشخص اللي اذاه. طبعا هو بيستغل الفرصه وبيقول له انا عايز اعرف كل حاجه عن اينوسكي. الشخص ده بيقول لشين انت تعرف الشخص دوت؟ فهو بيقول له ما اعرفوش. فبيصرخ فيه بيقول له عرفني اي حاجه عن اينوسكي. اخر لما بيزهق بياخده كده وبيوديه عند المكان دوت وبيضربه، وبيقول له زي ما انت عارف ان القواعد في مجتمع اس ان ما ينفعش تخرج اسامينا بره للعلن، صح ولا لا؟ فبيقول له رغم دوت انا عايز اعرف اي معلومات عنه. فبيقول له حتى لو انا قلت لك نقطه الضعف بتاعته انت مش هتعرف انك تفوز عليه. فهو بيقول له ده مش ليا دوت لرانجا. فهو بيقول له تمام وديني لصديقك دوت لو انتوا عايزين تعرفوا شويه حاجات عن اينوسكي. وفي الوقت دوت عند رانجا اللي بيكون بيتدرب على ايد ميا، واضح كده ان مستواه اتطور جدا. وفي الوقت دوت بيوصلوا الاثنين اللي بيكونوا مبهورين من مستوى رانجا، وبيقولوا شكل كده ان هو عنده فرصه ان هو يفوز على اينوسكي. بعد ما بيخلص التدريب دوت شين بيجمعهم كلهم وبيوديهم عند جو اللي بيقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ احنا جايين ناكل. بعد ما بيخلصوا الاكل بتاعهم يا معلم شين بيقول لرانجا انا دلوقتي هديك شويه نصايح تقدر بيها انك تتفادى عناق الحب بتاع اينوسكي. اول حاجه هو ازاي اصلا بيعمل عناق الحب دوت؟ هو بيكون قدامك وماشي بسرعه كبيره جدا صح، ولكن مفاجاه هو بيعمل دوران وبيكون قدامك
قدامك وبيبدا ان هو يقرب عنك، وبسبب التغيير المفاجئ في السرعه بالنسبه ليك انت بتحس كده ان الموضوع غريب. وهي ديت يا معلم الحيله بتاعته. طبعا رنجا في عالم تاني، هو ازاي بيقدر ان هو يلف 180 درجه على الرغم ان هو بيحافظ على نفس السرعه بتاعته؟ انت فعلا مذهل جدا. ده في عالم تاني يا معلم. بعد كده بيوصل ريك البيت وبيكون هيمشي، ولكن هو بيقول له انا بدات التزلج مع واحد من اصدقائي ولكن بسبب حادثه هو بطل ان هو يتزلج مره تانية، وانا مش عايز اعيد الكره ديت مره تانية، علشان كده ارجوك ما تنزلش اينوسكي. بيقول له في البدايه انا كنت ممكن اوافق، ولكن من بعد ما اذاك انا مش هسامحه ابدا، وحتى لو اذاني انا مش هسيب التزلج. توعدني؟ اوعدك يا معلم. وقد جاء اليوم الموعود يا صديقي، رنجا ضد اينوسكي الاسطوره. كلهم بيدخلوا مجتمع دخول عادي، ولكن اينوسكي بيخش دخول رايق بيسبب حرايق، وبيقول لرنجا خد الزهور ديت. ايه ده انتوا الاثنين هتوقفوا معاه ولا ايه؟ ما نعرفش، ممكن نقف معاك او ممكن نقف معاه، يعملوا اللي انتوا عايزينه. والاثنين بيقفوا يا صديقي ويلا ابداوا. وكالعاده اينوسكي بيطلع سيجاره علشان يشربها، ولكن وفجاه بيلاقي رنجا يا صديقي ما اتحركش من مكانه، فبيقول له انا اسف انا مش هستهزأ بيك يلا بينا. وهو اللي بينطلق الاول ورنجا وراه على طول، وبنعرف بقى يا صديقي ان رنجا حب يستفزه قبل ما يبداوا، واينوسكي طبعا بيكون متفوق عليه في السرعه، ولكن ساعتها هو بيفتكر كلام شين لما قال له لما يكون متقدم عليك ما تخلوش يكون قدامك مباشره، حاول يا اما تيجي شمال يا اما تيجي يمين، ما تكونش قدامه مباشره علشان هناك الحب ما يجيش فيك. فهو بيقول له هم اللي علموك الحيله دي صح؟ جو بيقول لشين انت استغليت رنجا صح؟ فهو بيقول له اه. وساعتها رنجا بيزود من سرعته وبيقدر ان هو يعدي اينوسكي بفريق كبير جدا وبمهاره اسطوريه، ولكن الغريب دوت بيضحك وبيكون فرحان جدا وبيقول ايوه هو دوت هو دوت هو دوت. وفي لمح البصر بيكون جنب رنجا وبيمسكه، يلا بينا نرقص انا وانت يا حبيبي، وبيخلي رنجا يتسرع بسرعه خرافيه، ورنجا مش قادر ان هو يستحمل. لا وفعلا يا صديقي اينوسكي واخده ان هو عروسه، وبيعدل رنجا وبيمسكه وبيفضل يلف 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 بيقول له هتكون خايف، ده احنا لسه بادئين يا حبي. ولكن الغريب رنجا بيضحك وبيعدل نفسه وبيحضن اينوسكي وعمال يلف بيه، والتاني زي المنحرف ايوه يا حبي ايوه يا حبي، ومحدش فاهم رنجا بيحاول يعمل ايه، وفي الاخر رنجا بيسيبه وبيقول له انت من نفس الفصيله بتاعتي صح؟ وبنعرف ان هم وصلوا نص الطريق، ولو رنجا قدر ان هو يوصل على نفس المعدل دوت ممكن يقدر ان هو يفوز عليه. رنجا بيكون منطلق بناحيه الشمال وبيقول دلوقتي ما فيش عينك حب، ولكن دوت بيقول له انت متاكد من اللي انت بتقوله دوت؟ وبيلف 180 درجه والمره دي بيكون منطلق على رنجا بس مش من طريق مستقيم. الاثنين انصدموا، كل اللي موجودين اقتنعوا ان خلاص رنجا هيتصاب، واينوسكي بيقرب عنده وبيفتح دراعه وبيقول له يلا بالحضن يا حبيبي، وبيكون خلاص هيلمسه، ولكن رنجا بيلف كده صديقه وبينط من فوقيه. ايه الحيله بتاعتك ما نفعتش معاه. كل اللي موجودين اتصدموا، عنق الحب ما نفعش على رنجا، ورنجا بينطلق بعكس السرعه عنده. ولكن الغريب اينوسكي بيقول ايوه هو دوت اللي انا كنت مستنيه، هو دوت الحب الحقيقي، وبينطلق بسرعه حرفيا زي البرق ما حدش قدر ان هو يشوفه حتى، وبيقدر ان هو يلحق رنجا على الرغم ان هو كان متفوق عليه بمسافه كبيره جدا. ما تبعدش عني يا حبي. الاثنين متسارعين بطريقه متخلفه، لو واحد من الاثنين وقع هيتصاب اصابه خطيره، ورنجا بيكون هيقع ولكن بيقدر ان هو يوزن نفسه. ولكن يا صديقي الشرطه ولاد الذين بيقطعوا علينا المتعه ديت وبيكبسوا عليهم، علشان كده السواق بتاع اينوسكي بيجي له وبيقول له يلا بينا علشان الشرطه هتكبس علينا دلوقتي. فهو بيقول له تمام، وبيقول للرنجا النزال بتاعنا لسه ما خلص، وركي بيجي عند رنجا وبيقول له يلا اركب على المكنه، وبالفعل بيركبوا قبل ما الحكومه يمسكوهم، وبيقدروا ان هم يهربوا منهم تماما. وركي بيقول للرنجا النطه اللي انت عملتها دي كانت مذهله. فهو بيقول له اول لما اينوسكي قرب عندي انا حبيت ان انا انط بدل ما استخدم الحيله اللي علمها لي شين. فبيقول له انت مذهل جدا بس انا عايزك تبعد عنه. فهو بيقول له تمام، ومن جواه صديقي بيكون حاسس بحاجه غريبه كده. وتاني يوم بقى في البحر على السفينه دي بنشوف اصدقائه، وبنعرف بقى ان هم رايحين عند الينابيع السخنه، علشان زي ما مية قال لريكي الينابيع السخنه بتخفف الاصابات بسرعه. هتقول لي طب ايه اللي جاب مثلا رنجا معاه؟ هقول لك صديقه. طب ايه اللي جاب شادو؟ هقول لك لما هو كان في الشغل الثلاثه كبسوا عليه وقالوا له انت لازم تيجي معانا عند الينبوع الخاص، وطبعا صاحبه الشغل اول لما لقيت الثلاث اطفال دول ماسكين في شادو قالت له انت لازم تروح معاهم، مجالسه اطفال يعني من الاخر. وعلى السفينه دي برضه بيكون موجود جو. ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ انا في اجازه. وساعتها بيسمعوا صوت كمان مين؟ ايوه شين. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا ورايا شغل. من الاخر صدفه حرفيا لا تصدق، يخرب بيت امك يا كاتب. بيوصلوا لوجهته مركب بينطلق باك السرعه عنده بلوحه التزلج، ووراه 100 برضه، وجو وشين كده ما بقاش غير مين؟ ايوه رنجا وشادو. شادو بيقول انا مش هشيل الشنط ديت كلها لوحدي فاهم ولا لا؟ فهو بيقول له ارجوك شيلهم، وبينطلق باكس السرعه عنده، يعني من الاخر مدبسينه في كل حاجه. 100 بيقول لشين انت بتتزلج، انت ايه اللي مخليك ماسك مظله؟ فهو بيقول انا بكره اشعه الشمس. بيبص بقى على جو بيلاقيه عريان تماما، دول عكس بعض يا صديقي. بعد كده جو بينطلق باكس السرعه عنده بيعمل حركه بهلوانيه كده كلهم انصدموا منها. ريكي بيكون عايز يعمل نفس الحركه ديت ولكن رنجا بيمنعه، انت لسه ما خفتش. وهما بيتزلجوا كده ساعتها رنجا بيشوف الشاطئ دوت وبيكون شكله جميل جدا، وهو بيكون مبهور اصلا علشان هو كان عايش في الجبال، وبينطلق باكس السرعه عنده. كلهم بيضحكوا وبينطلقوا وراه يا معلم. اول لما بيوصل عند الشط بيكون فرحان جدا، وريكي بيديله بالرجل. هزار ده ابن كلب احنا يا صديقي والله. وكلهم بيبداوا ان هم يعبطوا جدا. بعد ما بيخلصوا
مستعبين بيبصوا على جو، البنات كلها بتكون خرفانه عليه. فرنجا وريكي وميا وشادو قرروا ان هم يعكننوا عليه تماما. ميا بيروح لجو وبيقول له بابا ام عايزاك ورا هي. بيجي يبص يا صديقي بيلاقي مين اللي عامل دور الام؟ ايوه شين. وميا يا صديقي مقلد الدور بتاع الطفل الصغير بنسبه مليار في المية. البنات بيقولوا ايه ده متجوز، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. وشادو وريكي بيكونوا فرحانين جدا. المشهد دوت في التصل ضحكوا والله. نسيبهم بقى يعبطوا ونروح عند اينوسكي اللي عايز يعرف يا صديقي ايه اللي خلى الحكومه تطب عليهم كده في مجتمع اس، وانه افضل نزال بالنسبه له. بنرجع تاني لاصدقائنا اللي بعد ما بيخلصوا عبط بيروحوا للبيت دوت اللي بيكون خرابه بمعنى الكلمه. ساعتها جو بيخش عليهم وبيقول لهم انتوا جعانين صح؟ فهم بيقولوا اه. فبياخدهم عند شين اللي بيكون قدامه وليمه كبيره جدا، وبيقول له اللي بياكل لوحده يصور، ما اللي بيبص للتاني بيعور. بعد ما بياكلوا يا صديقي رانجا بيجيب له التسلق بتاعه بيدرك وبيقول له انا حاسس كده ان العجلات فيها مشكله. فهو بيقول له علشان انت بتستخدم اللف كتير جدا. ومن جواه بيقول يا رانجا انت فعلا مذهل جدا، وشكله كده متضايق جدا علشان هو واقف مكانه. رانجا بقى بيتحسن. بعد كده بقى بيروح لجو بيقول له انا عايز اتعلم الدوران اللي انت عملته الصبح دوت. فبيقول له دي سهله جدا، كل اللي عليك بس انك تلف بلوحه التزلج وبعد كده تدفع برجلك الاماميه. فبيقول له انا مش قادر ان انا ادور بالسرعه ديت. فبيقول له ما تحبطش كده انا هعلمها لك، بس انت لازم تكون مستعد لكسر بعض العظام. هتوافق ولا هتخاف؟ فهو بيقول له لا انا موافق، انا مش ينفع ان انا افضل مكاني. هو بيتقدم. وبعد كده كلهم بيتجمعوا. شين بيقول لهم احنا دلوقتي هنروح عند الينبوع السخن، بس هو بعيد مننا 5 كيلومتر، يعني الموضوع هيكون تحدي بالنسبه لنا. فشادو بيقول انا جاهز يلا بينا. فرانجا بيقول لهم ايه العلامه ديت؟ فهم بيقولوا ديت مدينه في ناس بتقول عليها ان هي مسكونه، علشان كده احنا مش هنقرب عنها. بعد كده كلهم بيخرجوا كل واحد بيمسك لوحه التزلج بتاعه وبيكونوا مستعدين يا صديقي. الا ريك اللي بيقول لهم احنا ليل، خلينا نروح بكره الدنيا تكون نهار. فهم بيقولوا يلا وكلهم بينطلقوا. الا ريك الغلبان وشادو يا صديقي بيستخدم حيله كده على شين علشان يعديه. وبيقول لهم انا اول واحد هيستحمى في الينبوع السخن. فجو بيقول احسن حاجه ان في تحدي دلوقتي ما بيننا، وكلهم يا صديقي بينطلقوا. الا شين اللي بيكلم لوحه التزلج بتاعه علشان يديله طريق مختصر، وبالفعل بيديله طريق مختصر. شادو بيطلع خيوط من ايده كده وبيرميها على ميا ورانجا، ولكن ميا بينط من فوقيه وبيقدر ان هو يتفادى الحيله بتاعته ديت. اما رانجا بقى بيقف كده وبيروح يدور على ريك، وعنده بقى هناك اللي بيكون خايف جدا. هو بيجي له وبيقول له انا اسف ان انا سبتك ورايا، يلا بينا بقى علشان نروح لهم لهناك. وهم ماشيين كده ساعتها بيشموا ريحه وحشه وبيجروا علشان يعرفوا ايه الريحه ديت، وهنا الصدمه بتنزل عليهم. شادو بيكون مرمى على الارض كده واكن في حد ضربه، والريحه ديت بتكون طالعه منه. وساعتها بيسمعوا صوت ايوه ميا اللي هو كمان بيكون عليه نفس الحاجه اللي كانت على شادو، وبيكون مرسوم الرسمه اللي كانت على الخريطه ايوه اللي فيها الاشباح. وساعتها بيسمعوا صوت من وراهم حد بيتمشى، بيبصوا وراهم بيلاقوا الكائن دوت. طبعا هم بيخافوا من المنظر دوت وبيفتحوا سبرنت وبيركبوا لوحه التزلج علشان يبعدوا عنه. ولكن الغريب الشخص دوت هو كمان بيمارس رياضه التزلج. لا والاغرب من كده ان هو بيكون مواكبهم. هم بيسرعوا السرعه بتاعتهم ولكن برضه دوت مش هيسيبهم. ريكي بيكون خايف، اما رانجا بقى بيكون فرحان علشان الشخص دوت بيقدر ان هو يواكبهم. ريكي بيكون هيقع ولكن رانجا بيلحقه، وفجاه كده في اشخاص غريبه بيظهروا قدامهم وبيلبسوا فيهم. اما بقى عند شين وجو بيكونوا وصلوا عند الينبوع السخن، وبنعرف بقى ان اللي وصل الاول هو شين ولكن بفرق بسيط جدا. وهم بيستحموا كده ساعتها بيشموا ريحه معفنه. ايوه دول الاشخاص اللي طلعوا على اصدقائنا. بعد ما بيخلصوا الرحله الجميله دي بيطلعوا على السفينه وما بيكونوش فاهمين مين الاشخاص دول. اما بقى عند اينوسكي اللي بيكون بيتدرب كده في القصر بتاعه وبيقول انا عرفت دلوقتي انا هعمل ايه، انا هقيم بطوله للتزلج. بعد ما ريك ايده بتخف بيكون فرحان جدا وبيروح يتزلج مع رانجا، ورانجا بيكون فرحان لفرحه. يعني من الاخر الاثنين بيكونوا في كميه الانشكاح. وواضح كده ان رانجا في الاسبوعين دول قدر ان هو يطور مستواه بطريقه مرعبه، وريك بيحييه. وفي نفس الوقت دوت اينوسكي بيكون ماشي في الاجراءات بتاعه بطوله التزلج، على الرغم ان بيكون في عقبات قدامه ولكن هو بيحاول يحلها بالفلوس طبعا. ما هي الفلوس بتغير النفوس. وعند رانجا بقى اللي بتكون شغاله كده وعماله تفكر في رانجا علشان من بعد ما ابوه مات قرر ان هو يحتزل التزلج على الجليد. ولكن من بعد ما هم جم لليابان وهو رجع يتزلج ولكن المره دي مش على الجليد. وهي بتكون فرحانه جدا ليه علشان هو لما كان في كندا كان انطوائي بطريقه مزعجه لدرجه ان هو ما كانش بيتواصل مع اي حد تماما. ولكن هنا في اليابان بقى عنده اصدقاء وهو بيتسلل بالليل كده من ورايا وانا عارفه هو رايح فين ولكن هو مش عايز يقول لي. وهو وريكي في الوقت ده بيروح المجتمع اس، ورانجا بينط نطه كده صديقي بلوحه التزلج كل اللي موجودين بيكونوا مبهورين منه وريكي بيكون فخور بيه. شادو بيقول على فكره انت المفروض تزعل علشان هم بيتكلموا عليه مش عليك انت. فهو بيقول له ده صديقي المفروض افرح لفرحه. وهم بيتكلموا كده ساعتها بيخش عليهم الغوريلا والذكاء الاصطناعي اللي الاثنين عمالين يخبطوا في بعض. شين بيوقع جو بالذكاء الاصطناعي وبيكون مكمل في طريقه كده ولكن ده بيمسك رجله بيجيبه على الارض والاثنين مكملين خناقه مع بعض. بعد كده جو بيقول لهم انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب، الثقه الزايده بتكون سم ولكن الثقه الطبيعيه بتكون مصدر للقوه. ورانجا بقى اللي عمال يتزلج كده وبيقول انا لازم انط ابعد من كده ابعد. وميا بيقول هو الوحيد في مجتمع اس بالكامل اللي بيقدر ان هو يرتفع الارتفاع دوت، وكل دوت اصلا علشان هو كان بيمارس
بيمارس التزلج على الجليد، وهو هيكون عنده الافضليه اصلا في مجتمع اس. بغض النظر عن الظروف اللي هو هيكون فيها هو هيقدر ان هو يطور نفسه. ريكي بيقول انا فهمت دلوقتي هو عنده الموهبه ديت ليه، علشان هو كان بيمارس التزلج على الجليد لمده 15 سنه. وشين بيقول في عدد قليل من الرياضيين اللي بيمارسوا رياضه التزلج عندهم عمود فقري كويس جدا، وانا واثق ان رانجا كان بيسكل مهاراته من هو صغير على ايد مدرب ممتاز، وهو لو قرر ان هو يتنافس على مين افضل واحد بيتزلج في اليابان ممكن ان هو ياخد المركز الاول. فعلا مهارته مرعبه جدا، ده ما بقالوش غير كام شهر بس بيتزلج ووصل للمستوى دوت. رانجا عمال يستعرض في مهاراته وكل اللي موجودين مصدومين منه، وبيقولوا صح رانجا كان بيمشي معاه واحد كده بشعر احمر. هو مين الشخص دوت؟ محدش يعرفه، هو بيمشي معاه بس علشان رانجا موهوب. هو بيسمع الكلام دوت وبيكون متضايق جدا. وتاني يوم امه بتلاحظ ان هو مكتئب جدا، بيكون رايح على المدرسه وامه بتنادي عليه وبتقول له يا حبيبي انت نسيت الفطار بتاعك، بياخده منها وبينطلق علشان يروح للمدرسه. وهو في الطريق كده رانجا بيكون مستنيه ولكن هو مش معاه اصلا. في الاخر بياخد باله من رانجا، ورانجا بيقول له انا عارف انت ايه اللي مخليك شاغل بالك كده، انت بتصنع اكيد لوح تزلج جديد صح؟ فهو بيقول له انت معاك حق. وبعد كده بيروح للمدرسه وبيلعبوا في فريق كره القدم. ريكي مش عارف يعمل حاجه، اما رانجا بقى بيكون لعيب جدا يا صديقي، وشكله كده هيغير منه جدا، بيقدر ان هو يسجل جون وكل اللي موجودين بيقولوا انت لازم تنضم لفريق كره القدم. بنروح للغني الوحيد اللي في القصه ديت نوسكي، اللي امه بتقول له يا حبيبي ما تاخدش الرياضه على محمل الجد، خليك في شركه ابوك. فهو بيقول لها تمام، وشكله كده يا صديقي متضايق جدا عشان كل ما بيفتح طريق الطريق التاني بيتسد، وشكله كده مش هيعمل البطوله اللي هو عايزها. وطبعا علشان هو متضايق بيقرر ان هو يروح لمجتمع اس بالليل. بعد ما الاثنين بيخلصوا الدوام بتاعهم ريكي بيكون واخد بعضه وماشي كده، ولكن رانجا بيجي له وبيقول له مالك يا حبيبي؟ فبيقول له مفيش اي حاجه. بيقول له طب ايه رايك النهارده نروح لمجتمع اس؟ فبيقول له انا ورايا حاجه اعملها النهارده علشان كده روح لوحدك. فهو بيقول له تمام. وفي مجتمع اس بقى كل الاساطير بيكونوا حاضرين وما بيكونش ناقصهم غير انوسكي اللي بيكون معرفهم ان هو جاي النهارده، علشان كده كلهم بيفرحوا. ورانجا بقى للمره الاولى بيكون جاي لوحده. اما بقى عند ريكي اللي بيكون قاعد في الاوضه بتاعته كده وحزين وبيتفرج على الفيديوهات بتاعت رانجا لما هو اصلا ما كانش عارف يتزلج، وبيقول انا اللي علمته بس انت دلوقتي متفوق عليا جدا. وعند رانجا بقى اللي بيكون بيتزلج وبيقول لسه انا عايز ازود سرعتي، انا عايز ازود سرعتي. انوسكي بيقدر ان هو يزود سرعته، وبالفعل بيزود سرعته. كل اللي موجودين بيكونوا مصدومين، حتى الذكاء الاصطناعي بتاع شين بيحذروا ان الشخص دوت سرعته متخلفه. في الاخر جو بيجي له وبيفوق، وفي الوقت دوت صديقي انوسكي بيخش كالعاده دخول رايق بيعمل خربان وحرايق، وبيقول لهم انا جاي النهارده علشان اقول لكم خبر كويس جدا، وهو ان احنا هنكين بطوله ونعرف مين فينا الافضل هنا. كل اللي موجودين بيكونوا فرحانين علشان هيعرفوا دلوقتي مين الافضل ما بينهم، هل هو انوسكي، هل هو جو، هل هو شين. وبيقول لكل اللي موجودين انتوا هتشاركوا. بيبص على رانجا وبيقول له انا هنزلك مره تانية. وتاني يوم مية بيتدرب بكل ما عنده وبيقول انا بحب اضحك الاخرين. وشادو بيقول انا لازم اتدرب واثبت نفسي. اما شين وجو هما الاثنين بيقرروا ان هم يشاركوا برضه في البطوله ديت. ورانجا بيكلم ريكا عن البطوله اللي عاملها انوسكي، ولكن هو بيقول له ما تقولش الاسم دوت قدامي. بيقول له انا عايزك تكرر اللي انت عملته في مجتمع اس. فبيقول له تمام. وبالفعل بينط الصديقي نطه حرفيا خرافيه، وشكل كده ان الغيره زادت عن الاول. وفي نفس الوقت دوت الشخص اللي كان موقف البطوله اللي كان عايز يعملها انوسكي بيتمسك علشان هو كان شغال في الشركه بتاعت انوسكي وبيختلس منها فلوس كتيره جدا. وانوسكي بيعرف الخبر دوت وبيكون مبسوط، اما الخادم بتاعه بيكون زعلان جدا. هو بيقول له مالك؟ فهو بيقول له مفيش. ايوه ما انا عارف ان مفيش، ما رايك احنا اللي بنحدده ايها الكلب. وريكي بقى اللي بيقول انا عايز اعرف ايه الفرق ما بيني وما بين رانجا، هل الفرق ما بيني وما بينه كبير ولا قليل. وبيحاول ينط بلوح التزلج بنفس ارتفاع رانجا ولكن مش عارف. بيحاول مره تانية ولكن برضه مش عارف. رانجا عمال يبعت له في رسائل ولكن دوت مش بيرد عليه. وبيقول انا فعلا مش عندي موهبه زي ما مية قال لي. وشادو سخر مني برضه وقال انك عباره عن ظل الرانجا. وانوسكي قال لي انا مش كافي تماما. بيحاول يوصل لنفس ارتفاع رانجا ولكن مش عارف. بيقول شكلي كده يا رانجا ان انا مش هوصل لمستواك. بياخد بعضه وبيروح للبيت ولكن هو بيكون مستنيه. بيقول له انت عايز حاجه؟ فبيقول له انا هخش البطوله اللي عاملها انوسكي. فبيقول له طب والوعد اللي انت قطعته معايا؟ فبيقول له انا اسف ولكن انا لازم اخش. فبيقول له ما تعتذرش، انت دلوقتي بتخالف الوعد اللي انت قطعته معايا. فبيقول له انا عارف ولكن انا عايز اتزلج معاه، هو متزلج بارع وانت كمتزلج عارف ان هو بارع، والتزلج مع شخص مذهل بيخليك كده هتولع من الحماس. فبيقول له انا لما كنت بنزله انا ما كنتش متحمس تماما، انا كنت خايف منه، انا مش فاهم انت بتفكر في ايه، انا وانت مختلفين تماما، واعمل اللي انت عايزه، انتم العباقره مجانين تزلج، اعمل اللي انت عايزه. فانا كده كده مش قادر ان انا اوصل لمستواك، انا وانت مش نقدر ان احنا نمشي على نفس الخط. كده بقى بنرجع لماضي انوسكي لما كان بياخد نزال ضد الشخص دوت اللي بيقول انت شبهي جدا، متعني اكتر متعني اكتر، انا بقالي كتير جدا ما واجهتش حد بنفس براحتك. والشخص التاني برضه بيكون مستمتع ولكن بسبب ان هو عايز يجري انوسكي بيقع يا صديقي. ايوه عمل حادثه. جوشين بيقول له انت اللي بيخليك تتمدى للدرجه ديت. فهو بيقول لهم هو في حد في العالم دوت هيقدر ان هو يرفع امالي ولا لا؟ بنرجع بقى للواقع وبنعرف ان انوسكي بدا البطوله بتاعته فعلا، وجوشين مش في نفس المجموعه بتاعت انوسكي، والمركز الاول والثاني في
مجموعه شادو، يعني هو عنده فرصه دلوقتي ان هو يواجه اينوسكي، وشادو بيكون مبسوط جدا. ساعتها رانجا بيخش على ميا وشادو، هما بيقولوا ايه ده، هو ريكي فين؟ هو مش هيشارك في البطوله ولا ايه؟ هو بيقول لهم هو خايف. ودلوقتي هتبدا التصفيات، اينوسكي ضد ميا. اينوسكي بيقول له دي اول مره واجهك فيها صح؟ فهو بيقول له بس ما تستخفش بيا، وانا مش زي اي حساله انت خرجتهم. انت قصدك ايه بالحساله واللي خرجتهم؟ انا فهمت، انت قصدك على الاشخاص اللي انا بنزلهم وبيتصابوا في الاخر. على فكره انا مش بكره الناس ديت، بس كل ما في الموضوع وانا بتزلج ببقى عايز حد يحمسني، وانا مش بكره الاشخاص اللي انا باذيهم، لا ده بالعكس انا بحبهم جدا. مبالاة لما كانت بتفضل تضرب فيه وبتقول له انا مش بكرهك، انا بضربك بس علشان مصلحتك. وشكله كده فاهم الموضوع غلط خالص يا صديقي. وبيقول لها شكرا جدا على الحب. ميا حس بالخوف منه. يلا 1 2 3 انطلقوا. المجموعتين فعلا بينطلقوا، والتصفيات ديت المسافه بتاعتها هتكون قصيره، يعني من الاخر معركه قصيره ولكن حماسيه. واينوسكي بقى ايه اللي مبدع يا صديقي، وميا بقى اللي مش قادر ان هو يلحق بيه. انا ما كنتش متوقع ان الفرق ما بيني وما بينه كده يا حبيبي، انت لسه ما كبرتش. واينوسكي هو اللي بيفوز على ميا، ودلوقتي هيخش على التصفيات الثانيه اللي بيكون من ضمنها رانجا وجو. والاشخاص دول كمان، والاشخاص دول بيقولوا احنا لازم نسحقك يا رانجا وهنخلي جو هو اللي يفوز. التصفيات بتبدا، جو والاثنين دول بيكونوا متقدمين، اما رانجا بقى بيكون ورا، وفوق كل دوت الخمسه دول بيحاصروه. انت دلوقتي هتقول ان الاشخاص دول جو هو اللي مأجرهم، ولكن لا يا صديقي، هو ما يعرفش دول مين اصلا. ساعتها الشخص ده بيطلع على حد من جيبه وبيكون هيهجم على رانجا، ولكن رانجا بيتفاداهم يا صديقي وبيقدم. الشخص ده بيهجم عليه بالماسوره، ولكن بينط وبيصد الهجمه بتاعته بلوحه التزلج وخلاه يلبس في الحيطه، ورانجا بينطلق باقصى سرعه عنده. وجو بيقول للاشخاص دول انتوا مش ندلي، وبيضرب الشخص دوت والاثنين بيوصلوا لخط النهايه. ولكن رانجا حاسس بحاجه كده جواه، انا قلبي كده حاسس ان هو بيصرخ. بيجي له اينوسكي وبيقول له انت كنت جامد جدا يا عزيزي، زي ما انا كنت متوقع خصمك لازم يكون انا، ولكن رانجا اصلا مش معاه. وبعد كده بقى بنخش على الجوله الثالثه. ايوه شين اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي بتاعه وبينطلق باقصى سرعه عنده، حرفيا سرعته عامله زي البرق، وفي الاخر بيوصل لخط النهايه. وهو حب اصلا ان هو ينهي النزال دوت بسرعه علشان يبين لاينوسكي ان هو ما قداموش اي فرصه قدامه. وبعد كده بقى بيجي الدور على شادو اللي بيكون بيتصدر في المقدمه، والاشخاص دول بيخافوا من تعابير وشه يا صديقي، حرفيا مرعبه. ولكن وفجاه في شخص بيقدر ان هو يعديه، ورانجا بيقول ان دوت ريكي، ولكن لا دوت مش ريكي. واينوسكي بيقول ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ وسرعه الشخص دوت بتكون مجنونه حرفيا. شادو بيقدر ان هو يقرب عليه وبيرمي عليه المفرقعات ديت، ولكن دوت بيتشقلب وبيقدر ان هو يتصدى ليها. لا الشخص دوت شكله مش بيهزر يا صديقي، والشخص دوت بيسجل نفسه في البطوله سونيك. شين بيسال الذكاء الاصطناعي هو سونيك خلص الجوله ديت في قد ايه، فهي بتقول له في دقيقه 58 ثانيه. ايوه رقم قياسي، هو قدر ان هو يكسر الرقم القياسي بتاع اينوسكي. وتخيل بقى يا عزيزي مين الشخص اللي اسمه سونيك دوت؟ ايوه الخدام بتاع اينوسكي اللي بيصرخ فيه وبيقول له انت اللي خلاك تشارك في البطوله بتاعتي، انا ما سمحتلكش انك تشارك فيها. فبيقول له ديت معركتي ضدك، وبيقول لي لاينوسكي انت لو فزت عليا انا هتخلى عن التزلج، ولو انا فزت عليك انت اللي هتتخلى عن التزلج. انت فاكر نفسك انك ند ليا؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده انا اللي معلمك التزلج اصلا. انت عايز تقول ايه يعني؟ انا هفوز عليك. الكلاب بيسمعوا كلام سيدهم، انت كده بتحصيني. وتاني يوم بقى في المدرسه رانجا بيحاول يتكلم مع ريكي، ولكن دوت مش مديله اي اهتمام. بيروح للبيت وبيقول انا كنت المفروض ارد عليه، ولكن انا شكلي كده زودتها. اخته بتجيله وبتقول له انت ايه اللي مضايقك كده؟ هو بيقول لها مفيش اي حاجه، لا انا عارفاك، لما انت بتكون قاعد القعده ديت يبقى اكيد في حاجه مضايقاك. بس انا عايز اسالك سؤال صح، انت ايه اللي خلاك تبطل التزلج؟ انا الفتره الاخيره ديت ما بشوفكش خالص بتتزلج. فهو بيقول لها مفيش اي حاجه. وبيسمع بقى في التليفون بتاعه ان في شخص قرر ان هو يسيب الرياضه علشان مش عنده اي موهبه، وعلشان انا بحب الرياضه قررت ان انا ادعم الرياضيين. وفي نفس الوقت دوت شركه اينوسكي الاسهم بتاعتها نزلت جدا، وكل دوت بسبب الفضيحه اللي حصلت، وشكلها كده هتتقلب عليك تماما. امه بتعاتبه، ولكن هو بيقول لها ما تقلقيش انا هقدر ان انا اتصرف. اما عندي سونيك بقى اللي عمال يتدرب يا صديقي، وشكله كده مش ناوي على خير. وجو شين في الوقت دوت بيقول له شكل كده ان اينوسكي راجع المره دي علشان يدمر كل المتزلجين، بس احنا نتصدى ليه ايها الغوريلا. تمام ايها الذكاء الاصطناعي. وفي مجتمع رانجا بيكون بيستعرض مهاراته، اما ريكي برضه ما جاش معاه. ميا بيكون قلقان جدا على ريكي، ولكن شادو بيقول له ما تتدخلش ما بينهم، المشاكل اللي ما بينهم دول هم هيقدروا ان هم يحلوها بنفسهم، وعلى فكره اللي هيفوز بالبطوله ديت هو انا. وبعد كده جو بيتكلم مع ريكي وبيقول له انت اللي ما خلاكش تخش البطوله بتاعت اينوسكي، فهو بيقول له سيبني بقى في حالي. وفي نفس الوقت دوت رانجا بيتكلم مع امه وبيقول لها هو انا ليه الناس بتتجنبني؟ فهي بتقول له لاكتر من سبب، اول حاجه علشان انت مش صريح، وتاني حاجه علشان انت بتتكلم قليل مع الشخص اللي قدامك. فهو بيقول لها انت معاك حق، تالت حاجه بقى انت لازم تصرح الشخص دوت بمشاعرك الحقيقيه. فهو بيقول لها انا هروح دلوقتي
دلوقتي احترف له بمشاعر الحقيقيه، وشكل كده صديقي ان الاتنين هيتصالحوا. وريكي بقى اللي بيكون راح لمجتمع اس، واول لما بيشوف رانجا وصل للمكان بيستخبى منه، وكالعاده يا ساده اينوسكي بيخش يدخل رايق بيسبب دمار وحرايق. بيقول لهم اللي بتحبوا التزلج ايها الحمقى، النهارده هيتم تحديد افضل متزلج في مجتمع اس بالكامل، علشان كده انتوا لازم تكونوا مستعدين. واللي وصلوا للتصفيات النهائيه هم 8 اشخاص وهيلعبوا 4 جولات. كبا اللي بيبص على كل اللي موجودين وبيشوفهم كده فرحانين، ولكن هو مكتئب جدا وبيقول كل اللي انا اعرفهم مذهلين ولكن انا لا، كلهم بيتغيروا الا انا. اول جوله لتحديد مين الافضل في التصفيات بتبدا دلوقتي. شادو ضد هارو، وشادو بيكون متفوق على هارو، وبقول انا هقاتل بكل ما عندي في البطوله ديت، وطبعا علشان هو خبيث بيستخدم حيله وهو اللي بيفوز. والجوله الثانيه رانجا ضد جو، الاثنين بيقفوا جنب بعض ورانجا بيقول انت فينك يا ريكي، وجو بيقول له المتزلجين اغبياء فعلا، اللي هيفوز مننا دلوقتي ولا هياخد فلوس ولا شهره، وبسبب سرعتنا الزايده ديت ممكن واحد مننا يتصاب اصابه خطيره. يعني احنا اغبياء بكل ما تحمله الكلمه من معنى، احنا اشخاص اغبياء صح؟ ما انت مستمتع مع عشان انا غبي. وعلى فكره يا رانجا انا مش هخسر قدامك علشان في شخص انا لازم القمه في وشه، يلا انطلقوا. وبالفعل بينطلقوا، جو بيكون متقدم ولكن سرعان ما رانجا بيقدر ان هو يلحق بيه، لا وكمان بيعدي، ولكن جو مش هيسكت صديقه، بياخد وضعيه الكلب، وبسبب الوضعيه دي بيكسب سرعه خرافيه، ولكن الوضعيه دي فيها مخاطره كبيره جدا، وبالفعل بيكون هيقع، ولكن هو بيعدل جسمه على اخر لحظه وبيرمي لوحه التزلج على الارض، اما بقى رجله بيحطها على الجبل دوت وبيدفع نفسه بسبب قوه رجله، وبيركب لوحه التزلج من اول وجديد. ايه يا ابني دوت، ده مش تزلج عادي، انت فعلا غوريلا. وبنعرف بقى ان شين وجو هما الاثنين كانوا بيتدربوا باقصى ما عندهم علشان يهزموا اينوسكي بعد ما هزمهم واذى صديقهم، وهم كانوا كل ما بيجوا يتحدوا هو كان بيرفض ان هو ينزلهم، ولكن دلوقتي جات لهم فرصه علشان يثبتوا ان هو اقل منهم. جو بيعدل نفسه لسه لغايه دلوقتي متفوق على رانجا، كل ما رانجا يقرب عليه هو بياخد وضعيه الكلب وبيتشقلب. يا صديقي انا اسف رانجا ولكن انا لازم افوز علشان اواجه اينوسكي واضحكوا، وكل اللي موجودين بيقولوا خلاص جو هو اللي هيفوز، ولكن ريكي ساعتها بيتدخل وبيقول لهم انتوا تعرفوا ايه عن رانجا؟ رانجا هو اللي هيفوز، انا بشاهده على طول، هو بيبذل كسر جهده وهو بيحب التزلج علشان كده هو اللي هيفوز. وبالفعل يا صديقي رانجا بيقدر ان هو يقرب من جو للمره الثالثه. جو بيقول انا اسف ولكن انا مش هخليك تفوز عليا، وبيحط ايديه الاثنين على لوحه التزلج وبيكبر عضلاته وبيرفع رجله وبيحط ايده مكان رجله. ايوه هو بيعمل كده علشان يزود من سرعته، دوت السر المكاني في نمط الصاروخ. خلاص يا رانجا انت ما قدامكش اي فرصه، وهو اللي بيقول انت بتبعد عني ولكن انا مش عارف ليه قلبي عمال يدق بسرعه. ايه ده انت بعدت عني قوي، وشكله كده هيستسلم، والفجوه ما بينه وما بين جو عماله تكبر. ريكي بيقول في ايه انت على طول مدهش، انت هتستسلم بالسهوله ديت ولا ايه؟ يلا يا رانجا انت ليك باقصى سرعه عندك. وهنا هو بيشوفه وبيقول صح انا بتزلج ومش عايز اخسر، وبيكون قدامه زاويه، وطبعا دوت بيستغلها احسن استغلال وبينط نطه حرفيا خرافيه وبتكون عاليه جدا وقلبه عمال يدق. انا رجعت اخيرا. شو بيقول خلاص انا اللي فزت، ولكن لا يا حبيبي ده بيكون جنبه، انت وحش في حد ذاتك. خلاص بيكون قرب يجيبه، وهم دلوقتي داخلين على المرحله الاخيره. شو هيمشي في طريق مستقيم؟ لا والله بيعمل طريق مختصر لنفسه، وطبعا بسبب قوته انا غوريلا ولكن بمخ بشري. رانجا هيسيبه يتقدم عليه كده من غير ما يديله اي ردة فعل. لا والله بيبص على جو بيلاقيه بيستخدم الحاجز الفولاذي دوت علشان يعدي، فبيجيله فكره اول لما بيشوفه بيعدي بالطريقه ديت. هو بيقدم عند الحاجز كل اللي موجودين صدموا، يا ابني انت مش عندك نفس قوه جو. الا اينوسكي اللي بيقول انا عارف انت هتعمل ايه دلوقتي، ودوت بينط من فوق الحاجز وبيخلي الحاجز يجي من وراه وبينط وبيقف على الحاجز. ايوه ده بيستغل الاندفاع بتاع الحاجز وبيطيره وبيخليه جنب جو، والاتنين بيتصارعوا مين اللي هيوصل لخط النهايه قبل التاني. ايوه اللي بيوصل هو رانجا، هو اللي فاز، ولكن للاسف لوح التزلج بتاعه اتكسر. جو بيقول له دوت مش هينفع يتصلح، انت لازم تجيب واحد جديد. فهو بيقول له لا ريكي هو اللي عمله لك صح، خلاص خليه يصلحه لك يا معلم. فهو بيقول له انت معاك حق انا رايح له دلوقتي. وعند ريكي بقى اللي بيقول صديقي فاز ولكن انا مش فرحان له تماما، انا مش عايز اساعد الاخرين، لا انا عايز اتزلج بنفسي، وعمال يعيط. واينوسكي بيقول عاش جدا عليك يا رانجا. يا ترى بقى مين اللي هينزل في الجوله الجايه؟ ايوه المره دي اينوسكي ضد شين، والاتنين بيكونوا متحمسين جدا. رانجا عمال يدور على ريكي ولكن مش موجود تماما، وفي نفس الوقت دوت النزال بيبدا. ايوه الاتنين متكافئين وسارعين بطريقه متخلفه، وفي اللي بيقول شين هو اللي هيفوز وفي اللي بيقول اينوسكي هو اللي هيفوز. شين بيسال الذكاء الاصطناعي المنعطف الجاي هيجي بعد قد ايه، فهي بتقول له بعد 10 ثواني. اينوسكي بيقول له ممل زي ما انت، وبيسرع من سرعته وبيلف 180 درجه. ايوه بيعمل عناق الحب، ولكن الغريب شين بيقفل عينيه. طب ازاي هيقدر ان هو يتخطى المنعطف اللي جاي دلوقتي؟ بيسال الذكاء الاصطناعي المنعطف ناقص له قد ايه، فهي بتقول له 11 درجه، ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1. واينوسكي بيكون خلاص هيحضنه، ولكن دوت بيبعد عنه. ايوه قدر ان هو يتفاداه هو كمان. لا وكمان شين هو اللي بيبادر بالهجوم
على اينوسكي وبيقول انا عايز اعرف ايه اللي جوه قلبك وايه اللي غيرك. انا وانت وجو كنا بنتحدى بعضنا وكنا بنشوف مين فينا الافضل والكل كان بيحبك، بس انا عايز اعرف ايه اللي غيرك للدرجه ديت. انت كنت بتخفي هويتك عن الناس ولكن انا وجو انت عرفتنا انت مين. واينوسكي بيبدا ان هو يتراجع وشكله كده بدا يخاف. اما بقى شين بيقول انا دلوقتي هستخدم السرعه الفائقه، وبالفعل بيستخدم السرعه الفائقه. لا وكمان الذكاء الاصطناعي بيحدد له الزوايات اللي هيقدر ان هو يسلكها. لا وكمان اول لما الهواء بيزيد الذكاء الاصطناعي بيعرفه علشان ياخد باله. خلاص كل اللي موجودين ايقنوا ان شين هيفوز على اينوسكي. وفي الوقت دوت بقى ريكي بيطلع الاشاره بتاعت مجتمع اس وبيديها للحراس. شكله كده مش هيجي هنا تاني. وجو بيقول شخصيتك اتغيرت عن الاول تماما وبنعرف بقى مين اللي غير شخصيته. ايوه سونيك. شين بيقرر ان هو يزود من سرعته اكتر من الاول ولكن ساعتها اينوسكي بيقدم وبيبدا ان هو يرقص. انت صادق جدا وبيلف 180 درجه. والمره دي يا صديقي مش بيكون هيعمل عناق الحب، لا ده المره دي بياخد لوحه تزلج من الارض وبيرزع واحده لشين بيجيبه على الارض. انت طبعا دلوقتي عايز تعرف ايه اللي ما كانش بيخليني اقبل التحديات بتاعتك صح؟ كل ما في الموضوع انك ممل جدا، ولكن انت يا رانجا انت مختلف تماما. انت مختلف عن كل الاشخاص اللي انا تزلجت معاهم قبل كده. شادو بيروح عند شين وبيقول له اينوسكي انت اللي خلاك تتمدى للدرجه ديت. فهو بيقول له علشان شين ممل جدا والاتنين بياخدوه بيودوه على المستشفى. ولسه لغايه دلوقتي رانجا عمال يدور على ريكي ولكن هو مش لاقيه تماما. ساعتها ميا بيقول له ما تدورش عليه علشان هو مش عايز يشوفك دلوقتي يا رانجا، على الرغم ان هو وعدني ان هو هيشوف النزال بتاعي ضد اينوسكي ولكن هو مش موجود دلوقتي. وبعد كده بقى بنخش على التحدي اللي بعده. ايوه ميا ضد سونيك. الاتنين بينطلقوا. ميا بيزود سرعته وبيشوف صخور قدامه بيقول انا هتفاداها بالسرعه ولكن ما بيلحقش علشان سونيك بيسابقه وبيرقص صديقه وبيعدي الصخور دي بكل سهوله. فعلا اسلوبه مذهل جدا وواضح جدا كده ان هو اللي علم اينوسكي فعلا. وميا بيقول انا مش قادر ان انا الحق بيه تماما. وبيفتكر بقى لما كان بيتزلج لوحده كده وبص على اينوسكي لقاه بيعيط وقال له ايه رايك تتزلج معايا؟ فهو قال له تمام. وعلى الرغم ان انا وهو نكون صحاب دي كانت فكره مش عاجبه ابوه ولكن هو كان بيتسلل علشان يجي يلعب معايا وانا اللي علمته التزلج. ولكن انا اتمنى ان انا ما كنتش علمته التزلج ابدا. وفي الاخر هو اللي بيفوز على ميا وبيبص على اينوسكي وبيقول انا اللي هكسبك وهخليك تحتزل التزلج. وتاني يوم ريكي قاعد بياكل مع عيلته كده وكلهم ملاحظين ان ريكي متغير. بعد ما بيفطر بيكون رايح كده على المدرسه ولكن بيخبط في لوح التزلج ده وبيكون هيسيبه ولكن بيرجع ياخده. ورانجا هو كمان امه بتلاحظ عليه ان هو مكتئب. واينوسكي بيقول يا رانجا انت دلوقتي جات لك فرصه كمان انك تتزلج معايا ولكن انت مش على طبيعتك ليه كده. رانجا بيروح يشتغل وبيسال على ريكي ولكن صاحب المحل بيقول له مش موجود. هو ما قالكش ان هو ياخد اجازه ولا ايه؟ فهو بيقول له لا وعندي ريكي بقى اللي بيكون بيتمشى كده وبيقول انا ايه اللي خلاني اجيب لوحه تزلج معايا؟ انا عايز ارجع اتزلج تاني ولكن انا متضايق. وهو ماشي كده ساعتها الاشخاص دول بيتنمروا على لوحه التزلج بتاعه علشان هو مليان خدوش. الشخص ده هو بيتعرف على ريكي وبيقول له انت ايه اللي خلاك تسيب الفريق بتاعنا؟ فهو بيقول له علشان الفريق بتاعكم فاسد. فالشخص ده هو بيديله بالبنيه في وشه وبيتكتروا عليه. وعندي شادو بقى اللي بيكون بيجيب بضاعه مع صاحبه المحل ولكن في حد بيطلع عليه وبيديله واحده بالشومه في دماغه. وشكل كده ان الشخص ده عارف شادو جاي ينتقم منه. وفي النهايه عايز اقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وقبل ما تخرج شوف الفيديو ويلا سلام.